هو احنا بجد هنفضل لحد امتى مجهود الفريق كله اللي بنعمله في اي ماتش مهم بيضيع بسبب لعيبه اقل حاجه بتقال عليها ان هي متخاذله؟ بجد في كام لعيب في النادي الاهلي هم مش لازم يمشوا من الاهلي، هم لازم يبطلوا كوره. لعيبه لعبت بجد الشوط الاول ممتاز، ضيعنا فرص كتير وده كان غلطه، مش عارف بقى توتر، قلق، ودي حاجه المفروض ما تكونش موجوده عند لعيبه النادي الاهلي. إن عملنا شوط اقل حاجه اتقال عليه ان هو ممتاز، شوط عالمي يليق بجد بالنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. كل ده ضاع عشان خاطر لعيبه بجد مش عارفه تلعب كوره. سواء حسين الشحات، ما هو بجد هو الفيديو ده اكيد 90% منه رايح لحسين الشحات. انت بتعمل ايه؟ يعني انت نزلت لا عارف تستلم ولا عارف تسلم، تجري بالكره بتقع، مش عارف محدش بيجي جنبك اصلا، بتقع تتقطع منك الكوره، ماشي انفراد في الدقيقه الاخيره 4-2. انت بتعمل ايه؟ يعني انت ولا شوط ولا بسيط ولا رفعت ولا عملت اي حاجه، انت ماشي واحنا مش عارفين انت عايز ايه، وانت نفسك اصلا مش عارف انت عايز ايه، فانت مستني ايه؟ قفشه بجد نزل، هو كان بيموت الماتش، نازل يضيع وقت. بالنسبه لتريزيجيه هو لعب ماتش حلو جدا، محدش يقدر ينكر اهميه تريزيجيه في النادي الاهلي في الوقت ده. بس ليه بجد تمسك في ضربه الجزاء واحنا عارفين كلنا من وانت ناشئ ان انت مش احسن واحد بيشوط ضربات جزاء؟ ليه مصمم في قايمه مين يشوط الاول مين يشوط الثاني؟ جايبين زيزو من الزمالك اكيد مش عشان خاطر اي حاجه، ان هو بيعرف يلعب ضربات جزاء. ليه وسام موجود في الملعب وهو اللي تريزيجيه اللي يشوط؟ منظر عبثي ما كانش ينفع يحصل في النادي الاهلي خالص، ولا تطلع من لعيب المفروض ان هو كابتن من كباتن الفريق. احنا ضيعنا على نفسنا فوز، مش هقول لك كان مضمون 100%، احنا كنا عارف ان بنلعب ميسي وجوردي البا، بتلعب كل سواريز، بتلعب كل الناس دي، بس انت صدقت في نفسك، صدقت انت تقدر تعمل حاجه. احنا معانا فريق وسكواد تقيل جدا، قدرنا نوصل، كنا ممكن الشوط الاول بجد نطلع 3-4 مستريح. تعادل بورتو بالميراس ده كان هيفيدنا جدا لو احنا كسبانين. مش هقول لك ان هي مستحيله، بس هي مش سهله. بس لازم بجد اللعيبه من الماتش الجاي تبقى عارفه وواثقه في نفسها، وعارفه كويس قوي هي بتلعب على ايه وبتلعب لمين. ما يكونش فيه الانانيه ده. ريفيرو لازم يركز 100% في تبديلاته، عشان التبديلات بدل ما بتدي دم جديد للفريق وبتديله باور، هي بقت بتوقع الفريق. برضو كان في انتقادات على الشناوي كتير جدا من الفتره الاخيره. هو الشناوي عمل ماتش اقل حاجه اتقال عليه 10 من 10 بجد. لعيب كبير بيثبت ان هو دايما حتى لما بيقع في الوقت المهم انت هتلاقيه. تاني اهم لعيب بعد الشناوي على طول بجد هو مروان عطيه، عمل جيم كبير قوي، لعيب كبير، قرف ميسي في حياته هو وياسر ابراهيم. شابوه ليهم هم الثلاثه. اتمنى بجد ربنا يكرمنا في اللي جاي وان شاء الله نصعد من دور المجموعات.